سمعنا كتير عن حالات طلاق بتحصل علشان الزوج اختفى مرة واحدة وبعد شوية يرجع الزوج يلاقي مراته متجوزة واحد تاني. بس تفتكروا بقى إن ده حصل على أيامنا بس؟ ده سبيل بناه أمير اسمه يوسف بيك الكبير من أكتر من 250 سنة. تعالوا بقى الأول أوريكم إحنا هنا فين. ده شارع السيوفية وده شارع الحلمية، واللي أنا هنا فيه ده شارع المظفر، وفي نهايته بنطل على جامع الرفاعي والسلطان حسن، منطقة عظمة. كان يوسف بيك بقى واحد من مماليك الأمير محمد بيك أبو الدهب. الجبرتي في عجائب الآثار بيقول عن الأمير يوسف إنه كان حاد الطبع، يبقى قاعد في مجلس وفجأة يقوم ويقعد يصرخ وشوية ويروق حاله وكأنه بني آدم تاني خالص. حتى إمارة الحج اللي مسكها بعد موت أبو الدهب ما خليتهوش هدي، تزودها حبتين. في مرة مثلا وهو قاعد مع واحدة من جواريه لقى على جسمها كتابات وطلاسم. ايه ده يا بت؟ مين اللي كتبهولك؟ انطقي لموتك. قالت له يا سيدي ده الشيخ احمد صدومة هو اللي كتبهولي وعملهولي عشان اكون اقرب واحدة لقلبك، بس مؤمنة عليك اوعى تأذيه. الكلام جنن الراجل وهو اصلا مش ناقص جنين. راح باعت جايب الشيخ صدومة وامر بقتله وراح رميه في النيل. اللي عمله يوسف بيك مع الشيخ الحلنجي بتاع ال3 ورقات افتكر ان ممكن يعمله مع مشايخ الازهر. وفي يوم من الايام جت واحدة ست للشيخ حسن الجداوي شيخ المالكية عشان تطلب الطلاق من جوزها اللي كان غايب بقاله فترة طويلة جدا وما تعرفش عنه أي حاجة. راح رايح الشيخ مطلقها من جوزها فعلا، وبعد شوية رجع الراجل لقى مراته متجوزة واحد تاني. جاي يدور على ايه بعد ما سايب مراته بقالها سنين لوحدها؟ يا تطفش يا تقعد جنبها. المهم يا سيدي الراجل خد بعضه وراح على يوسف بيك الكبير عشان يشتكيله وطلب منه يرجع له زوجته. راح يوسف بيك مجمع المشايخ كلهم وقايل لهم مين قال ان الراجل لما يغيب عن الست شويه تقوم مطلقينها منه، فلما يرجع يلاقيها مع واحد تاني ما أقبح أعمالكم. فرد عليه الشيخ حسن الجداوي وقال له والله إحنا أدرى بالأحكام الشرعية أكتر منك. فصرخ يوسف بيك في وشه وقال له أمور فقه، ده أنا هكسر دماغك. مين بقى كان حاضر الجلسة دي؟ الشيخ علي الصعيدي شيخ المشايخ المالكية. فتولى هو الرد على الأمير. تكسر دماغ مين؟ لعنك الله ولعن تاجر العبيد اللي جابك واللي اشتراك واللي خلاك أمير. وراحوا واخدين بعضهم ومشيوا. الأمراء بقى اللي كانوا في إيديهم سلطة أكبر من سلطة يوسف بيك كانوا جابوا آخرهم من تصرفاته، راحوا مدبرين لقتله عشان بقى تتقفل صفحة الأمير دي للأبد. وفضل الأثر يشهد على قصة صاحبه. وكده خلص فيديو النهاردة، بس لسه في حكايات كتير من مصر، بلد الحكايات اللي ما بتخلصش.